انتوا عارفين ان 95% من قرارات الشراء اللي بناخدها ملهاش علاقة بالمنطق، هي بس مرتبطة بالعاطفة. طب ما تيجوا نشوف الموضوع ده. أنا مريم وده أفران. الموقف كالآتي: انت حبيبتي قاعدة على موبايلك بتسكرولي على تيك توك عادي، وبيلفت نظرك فيديو للأستاذة أم ساجدة، مع تحياتي ليها طبعا، وبتعلن بشكل رسمي إن موضة صيف 24 في الشعر هي الفواتح. فأنت بتشبطي، وغالبا يعني عشان انت هتبقي فاضية ومفركشة وتقولي أنا عايزة شعري يبقى فاتح، عشان خلاص أي حد من فصيلة الغوامق هيروح يموت نفسه. وبتقومي طالعة على وليد، وانت غالبا أصلا هيبقى شعرك محروق ومقصف وفي اللي مكفيه ومش قادر. أهو اللي حصل ده بالظبط اللي الشركات بتعمله معانا. بتحط المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها قدامك في كل حاجة، إعلانات، مولات، محلات، سوشيال ميديا، وبوابات الساحل، فيخلوك تحس إن أنت من غير المنتج اللي هما بيقدموه ده مش هتبقى جامد أو إن كده وسط الناس اللي حواليك، فتقرر إنك تشتريه وأنت غالبا أصلا مش هتكون محتاجه. طيب لو أنا دلوقتي شركة وبقدم منتج أو خدمة معينة وعايزة أعلن عنه، أعمل إيه؟ أو إيه الحاجات اللي المفروض تكون موجودة في المنتج ده تخلي الناس مهتمة إن هي تعرف عنه ويبقوا كمان عايزين يجربوا؟ Contagious: Why Things Catch On. يا بوح، ساعتك بتكلمني؟ ده كتاب لجونا برجر. الكاتب ده حاصل على دكتوراه من جامعة ستانفورد، وكمان هو خبير في الفايرال ماركتينج أو التسويق الإلكتروني. الكتاب ده بيفسر ليه الأفكار أو المنتجات بشكل عام بتنجح وبتنتشر بين الناس، ولو أنت عندك فكرة وعايز تقدمها إيه الصفات اللي لازم تكون موجودة فيها. الكاتب بقى بيقولك إن في مجموعة عناصر هو سماهم steps. العناصر دي لو موجودة في الفكرة اللي بتقدمها أو المنتج أو المحتوى، في الغالب هتنتشر بين الناس وتتشاف. أول حاجة فيهم بقى هي العملة الاجتماعية، ودي شرحها في سؤال واحد بصراحة كده: أنت تحب تتفشخر بإيه؟ جاوب من الآخر. يعني مثلا لو قدامك بنطلونين والاتنين براند عادي، بس في واحد منهم limited edition، يعني خلاص مش هيجي زيه تاني، هتحب تلبس أنهي أكتر؟ أو أنهي منهم هيحسسك وسط الناس إن مفيش زيك؟ طب هتتصور بأي واحد؟ يعني معروفة. هو ده بالظبط اللي الشركات بتعمله، بتقدم لك خدمة أو منتج علشان وانت لابسها تحس إنك مميز وسط الناس. أيا كانت بقى الحاجة اللي هتخليك تحس إنك مميز دي، ممكن تكون مكان غالي انت رحته كان شكله حلو، أو منتج جديد، أو موبايل جديد. سؤال بقى: هل في تطور فظيع في الموبايلات اللي شركة أبل بتقدمها؟ لا، أصلا أغلب المميزات اللي فيه أندرويد سابقها بسنين، ومع ذلك أي موبايل جديد بينزل هتلاقي طوابير قدام الفروع والناس واقفة مستنية علشان ياخدوا الموبايل الجديد اللي تقريبا هو نفس القديم مع اختلاف مكان الكاميرا. بس مادام المنتج هيخليني أروش وسط صحابي وأنا معايا الموبايل الجديد، فخلاص أنا هشتري. المحفزات أو تريجرز هي تاني عامل. هي ببساطة أي حاجة بتتكرر معاك بشكل يومي أو حاجة أنت بتستخدمها على طول. لو قلت قدامك ريد بول، هيجي في دماغك إيه؟ ريد بول بيعطيك جوانح. شاطر، ريد بول بيعطيك جوانح. ريد بول مشروب طاقة. في كل الإعلانات بتاعته هتلاقي كده شخص كسلان تعبان في دماغه أو عطلان في طريق زحمة مثلا، بس أول ما بيشرب ريد بول الدنيا بتتسلك قدامه وبيطلع له جناحات وبيطير بس. فخلاص بقى أي حد نازل الشغل، رايح الجيم، يومه طويل، هتشوفه ماسك كان ريد بول في إيده عشان يعطيله جوانح. شركات التجميل بقى بتستغل حتة المحفزات دي كويس قوي. تيجي قدامك كده وتقولك: هو انت نازلة كده؟ خدي يا بنتي، خدي الحجم الميني من المرطب ده، خليه معاكي في الشنطة، افرضي شافك وسلم عليكي، يعني يبقى احنا عملنا ايه؟ وشركات تانية تيجي تقولك: بصي يا ست الكل، احنا عملنا لك لاين كامل في كل المنتجات اللي انت عايزاها، مش هتحتاجي تشتري اي حاجة من بره، فانت اكيد هتروح تشتري كله، وانت ما تعرفيش حاجة فيه غير الغسول بس، هو ده اللي هتعرفيه. يعني الشركات بتستغل حتة التريجرز دي علشان تخلق علاقة بين المنتج والمستهلك. فلما تعدي سعادتك بمواقف زي القهوة أو الجيم أو بشرة حضرتك، تفتكري على طول المنتج المرتبط بالحاجة دي. بمناسبة مثلا زي عيد الأم، مش بتاخد بالك إن أغلب الأغاني اللي بنشوفها وبنشيرها على السوشيال ميديا هي أصلا إعلانات لمنتجات أيا كانت بقى، غسالة، ثلاجة، مكوى؟ بس إحنا مش بنشوفها عشان عايزين نغير الغسالة أو نجدد الباقة، إحنا بنشوفها وبنتعلق بيها عشان بتفكرنا بماما وقد إيه هي بتحبنا. وهي دي الفكرة من العامل الثالث، وهو العاطفة أو إيموشن. وشركات كتير قوي بقت بتستخدم العاطفة في إعلاناتها عشان تقدر توصل لقلوب ناس أكتر وتخليهم يتفاعلوا مع المنتج بتاعها. شركة زي كادبري بتستخدم العاطفة في كتير من إعلاناتها. يعني مثلا لو تتفرج هتلاقي جمل زي: طلع الحلو اللي جواك، أو الشوكولاتة دي هي الحلو اللي في يومك، أو فرح اللي حواليك. جمل كده تحسسك بمشاعر حلوة، فترتبط معاك الشوكولاتة بالمشاعر دي. مش بعيد كمان لما تشوف حد متضايق تروح تجيب له شوكولاتة علشان تغير موده، وكده تبقى الفكرة نجحت. في حاجة كده بقت موجودة كتير دلوقتي وهي اسمها الانفلونسرز ماركتينج. هي عبارة عن إيه؟
عبارة عن إن الشركة بيبقى معاها منتج عايزة تعلن عنه، سواء بقى ده منتج جديد أو منتج عندها بس عايزة تزود مبيعاته، تبعته لإنفلونسرز معروفين وليهم شريحة كبيرة بتحبهم، فيقوموا يعملوا عنه ريفيو. فوأنا قاعدة في بيتي أقول الله، طب ما جامد السان سكرين ده، أنا هجربه. السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي، ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. ليه ده حصل؟ بالرغم من إن أنا في حتة وهي في حتة تانية خالص. ببساطة عشان المنتج بقى public علني، وده العامل رقم 4، وهو إن كل ما المنتج يبقى أسهل للناس إن هم يشوفوه ويوصلوا له، كل ما فرصة إن هو يتشاف ويتباع هتبقى أكبر. شركة أبل لما نزلت الإيربودز الجديدة بتاعتها، وهي سماعات وايرلس بتصميم مميز جدا، دي كانت حاجة غريبة قوي وقتها، اللي هو كيف يعني السماعة دي شغالة من غير سلك؟ كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ شكلها الغير تقليدي ده خلاها تبان وسط الناس بوضوح في الشارع، فلما تشوف حد لابسها وتعجبك غالبا هتبقى عايز تشتريها. يعني ده يعتبر إعلان، والشخص اللي لابسها ده هو ماشي بيها كده رايح جاي قدام الناس كأنه حملة إعلانية لوحده. يعني الفكرة ما بقتش إعلان في التلفزيون وخلاص، لا، هي بقت حاجة موجودة علني قدام كل الناس، وبقى أسهل ليهم إن هم يشوفوها، عشان كده بقت تتشاف أكتر وتتباع أكتر. practical value أو القيمة العملية، ده العامل رقم 5، وهو ببساطة إن الناس هتشير الحاجة اللي فعلا مفيدة. يعني لو المنتج بتاعك مفيد هيتشاف، لو لأ محدش هيتكلم عنه، بل والعكس كمان ممكن يتعملوا دعاية سلبية. تخيل معايا كده موقف، لو انت بتقلب وشفت فيديو الوصفة سهل وسريع وفي حلة واحدة و10 دقايق للأستاذة الرائعة نادية السيد، وجربت الوصفة وطلعت فعلا حلو، هتعمل ايه؟ ممكن تبعتها لصحابك عشان هم كمان يجربوها. طب لو لأ هتعمل كده؟ لأ. وهي دي ببساطة إن الناس فعلا بتشير الحاجات المفيدة ليها علشان اللي حواليهم يشوفوها، وبالتالي الفكرة هتتشاف أكتر. وشركات كتير استخدمت الأسلوب ده في التسويق، زي شركة نايكي، أنت أكيد عارف، عملت حملة إعلانية بس بطريقة مختلفة. عملت أبليكيشن اسمه نايكي تريننج كلاب. الأبليكيشن ده فيه تمارين رياضية كتير بمستويات مختلفة. الأبليكيشن ده انتشر جدا وقت الكورونا عشان كنا كلنا قاعدين في البيت، فهو كان يعتبر حل كويس قوي للناس الرياضيين اللي مش عارفين ينزلوا الجيم، وده كان يعتبر قيمة عملية أو practical value كبيرة نجحت شركة نايكي إن هي تقدمها. نروح بقى لآخر عامل من الستة، وهو القصص أو stories. جوجل من فترة طويلة عملت إعلان اسمه Parisian Love، بيحكي قصة شاب بيقع في حب فتاة فرنسية، فبيستخدم جوجل في كل خطوة من خطوات القصة، يعني يترجم عبارات للفرنساوي، يدور على أماكن يروحوها سوا كده. يعني الفكرة بسيطة جدا لكن لمست مشاعر الناس، وده خلى ارتباطهم بخدمات جوجل يزيد، وده الواضح دلوقتي احنا بنستخدمه في كل حاجة تقريبا. في حملة شركة دوف عملتها اسمها الجمال الحقيقي. الحملة دي بتعرض قصص لمجموعة من السيدات بيتكلموا عن الجمال الطبيعي اللي بعيد عن أي معايير جمال بتفرضها علينا الشركات والإعلانات. قصص السيدات دي خلقت تعاطف كبير جدا من الناس، لأن هي بتعبر عن أي حد مش شخصيات معينة. كل دي كانت عوامل ساعدت الشركات في الحملات الإعلانية بتاعتها إن هي تنتشر وتتشاف أكتر. وكمان كان في أفكار غريبة جدا لكن نجحت، زي مثلا شركة آيكيا قرروا يعملوا حملة غريبة جدا، وهي تايم كارنسي، عملة جديدة بالوقت. يعني إيه؟ يعني المنتج بدل ما يبيعوه بالفلوس هيبيعوه بالوقت. إزاي برضه؟ يعني مثلا لو عجبك مكتب هتلاقي ليه سعرين، سعره بالفلوس 2000 جنيه وسعره بالوقت ساعتين. فأنت لو خدت وقت من بيتك لحد ما توصل للفرع ساعتين، فهتاخد المكتب ده ببلاش، وبيحسبوا الوقت من جوجل مابس تراكر. فعادي انت هتضرب مشوار، مادام كده كده هتاخد حاجات ببلاش، وكل ما المسافة من بيتك للفرع تبقى أكتر كل ما هتاخد وقت أكتر وهتشتري حاجات أكتر. وفي فكرة لذيذة قوي اتعملت لفيلم باربي اللي نزل مؤخرا، وهي عبارة عن موقع اسمه barbieselfie.ai. بتدخل على الموقع ترفع صورتك فتتعمل كأنها بوستر للفيلم. الفكرة دي ناس كتير قوي جربوها وقدرت تخليهم يحسوا إن هم شبه شخصيات الفيلم كده. بداية شركة ريد بول كانت في الثمانينات، وكأي شركة جديدة في بدايتها المبيعات ما كانتش يعني قد كده، وعلشان يزودوها وعشان هي شركة جديدة الحملة كان لازم تكون مختلفة. قرروا ان هم يعملوا حاجة غريبة قوي، جابوا علب ريد بول فاضية ورموها في الزبالة، وزعوها كده في الشوارع عشان الناس لما تشوفه تقول ايه ده، ايه المنتج الجديد اللي فجأة بقى ناس كتير بتجربه. وفعلا الحركة دي خلت المبيعات تزيد بشكل كبير قوي. اللي عايزة اقوله ان التسويق ده بحر كبير جدا وينفع لأي حاجة تقريبا، محتوى، منتج، خدمة أو فكرة، وينفع نقول إن هو فن كمان. بس عشان اللي بتقدمه ده ينجح ويتشاف بجد لازم تبقى مرتبط وقريب للناس اللي انت بتستهدفها، وافتكر دايما إن الحاجة الحلوة هي فعلا اللي هتنجح. بس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لنا في الكومنتس عايزين نتكلم عن ايه الحلقة اللي جاية. سلام.